في عربيات بتتعمل عشان تنجح، وفي عربيات بتتعمل عشان تثبت ان الشركه اللي وراها تقدر تعمل حاجه مختلفه، والبي ام دبليو ام 6 كانت واحده من العربيات دي. من اول ما الام 6 ظهرت وهي ما كانتش مجرد نسخه اقوى من ال 6 سيريز، هي كانت محاوله من بي ام دبليو انها تاخد فكره اللاكجري جراند تورر وتحط فيها كل اللي اتعلمته من عالم الموتور سبورت. ومع السنين الام 6 اتغيرت اكتر من مره، وكل جيل كان بيحكي فصل مختلف تماما في تاريخ بي ام دبليو. مره كانت عربيه سبورتي خفيفه بروح سباقات، ومره اتحولت للاكجري جراند تورر بقلب شرس، ومره تانية بي ام دبليو عملت حاجه ما حدش كان متوقعها. لكن رغم كل التغييرات دي كان في حاجه واحده هي اللي دايما ثابته، اسم الام 6، لحد ما الاسم ده اختفى، ومن هنا ما بقاش في جيل جديد يكمل الحكايه. ومن هنا برضو بتبدا الاسئله الحقيقيه. انا يوسف، والنهارده هنرجع لاول فصل في حكايه الام 6 لحد اللحظه اللي بي ام دبليو قررت فيها تكتب اخر سطر في القصه. ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا بالفرج القريب. يلا بينا نبدا. وعشان نفهم حكايه الام 6 بدات ازاي لازم نرجع للوقت اللي كان فيه قسم الام باور نفسه لسه بيبني هويته. في بدايه السبعينات بي ام دبليو كانت مهتمه جدا بالسباقات، وده خلاها في سنه 72 تعمل قسم متخصص اسمه بي ام دبليو موتور سبورت. وفي البدايه الموضوع كان سباقات وبس، تطوير محركات وتجهيز عربيات للبطولات وتجارب على الحلبه. لكن مع الوقت بي ام دبليو بدات تكتشف ان الخبره اللي بتتجمع في السباقات دي ممكن تتحط في عربيات الشارع، وده كان بدايه الفكره اللي هتعمل بعد كده واحده من اهم عائلات العربيات في تاريخ بي ام دبليو. وفي الوقت ده بي ام دبليو كان عندها عربيه مناسبه جدا للفكره دي، وهي الاي 24 من ال 6 سيريز. العربيه ظهرت سنه 1976 وكانت معموله كجراند تورر، يعني عربيه كبيره ومريحه للسفر، وفي نفس الوقت شكلها وادائها ليهم طابع رياضي. وبعدها بسنتين بي ام دبليو قدمت ال 635 سي اس اي، واللي كانت اقوى نسخه في عائله ال 6 سيريز وقتها. لكن بي ام دبليو موتور سبورت كان عندهم حاجه تانية في دماغهم، لان في نفس الفتره القسم كان بيشتغل في مشروع مختلف تماما، وهو البي ام دبليو ام 1. والام 1 كانت اول واخر سوبر كار في تاريخ بي ام دبليو. والاهم من كل ده ان الانجن اللي استخدموه في الام 1 وفي الام 6 هو نفس الانجن الام 88 انجن انلاين 6 ناتشر اسبريتد، واتعمل من الاساس عشان يقدم هاي بيرفورمانس. وهنا قسم الام شافوا الفرصه، فبدل ما يبداوا مشروع جديد من الصفر فكروا ليه ما ياخدوش ال 6 سيريز الموجوده اصلا ويحطوا فيها شغل الام، وده بالظبط اللي حصل. وفي سنه 1984 بي ام دبليو قدمت الام 635 سي اس اي، ودي كانت اول مره ال 6 سيريز تدخل فيها عالم الام بشكل حقيقي. تحت الكبوت كان موجود الانجن الام 88 اللي قلت لكم عليه، نفس الانجن اللي كان موجود في الام 1 انلاين 6 3.5 لتر ناتشر اسبريتد، وكان بيطلع 286 هورس باور. لكن بي ام دبليو وقتها ما وقفتش عند المحرك بس، لان ببساطه ما ينفعش تحط انجن بالقوه دي وتسيب باقي العربيه زي ما هي. فعشان كده اتعدل نظام السسبنشن وكاليبرز اقوى، واتحط جير بوكس مانيوال 5 سرعات، وحتى توزيع الوزن في العربيه اتظبط، وده اللي خلى الام 6 مختلفه عن اي 6 سيريز وقتها. ومن هنا ظهر اسم الام 6 اللي احنا نعرفه. بس في تفصيله ناس كتير مش واخده بالها منها، العربيه ما كانتش اسمها ام 6 في كل مكان، لان في اوروبا بي ام دبليو كانت بتبيعها باسم ام 6 35 سي اس اي، لكن في اسواق تانية زي امريكا واليابان فالعربيه كان اسمها ام 6 بس. يعني لو رجعنا لاول فصل في تاريخ الام 6 هتلاقي ان نفس العربيه كان ليها اسمين حسب السوق بتاعها، والجيل الاول منها فضل موجود لحد سنه 1989، وبعدها انتهى انتاج العربيه دي. وهنا بقى بي ام دبليو عملت حاجه غريبه شويه، ما كانش فيه ام 6 جديده، الاسم اختفى وال 6 سيريز نفسها اختفت من تشكيله بي ام دبليو، وسنين طويله عدت من غير ما نشوف ام 6 ثانيه. لكن بي ام دبليو ما كانتش تعرف وقتها انها لما ترجع الاسم ده من جديد هيرجع بطريقه مختلفه تماما، لان المره الثانيه الام 6 مش هتكون انلاين 6، هتكون في 10. وزي ما قلت لك بعد ما الام 6 اختفت مع نهايه الجيل الاول ال 6 سيريز نفسها اختفت لفتره، ولما رجعت في 2003 بي ام دبليو كانت بتبني جيل جديد تماما من العربيه. لكن بعد سنتين وفي 2005 حصلت اللحظه اللي اسم الام 6 فيها رجع للحياه تاني، والمره دي بي ام دبليو كانت عايزه تعمل حاجه مختلفه عن الجيل الاول تماما، فحطت الاس 85، وده نفس الانجن اللي بي ام دبليو استخدمته في الام 5 اي 60، وكان واحد من اكتر المواتير المميزه اللي بي ام دبليو عملتها في الفتره دي. انجن 5.0 لتر ناتشرال اسبريتد، وكان بيطلع 507 هورس باور. لكن اللي كان مميز في الانجن ده مش الباور بس، هو كان بيلف لحد 8250 لفه في الدقيقه، وده خلى شخصيه الام 6 الجديده مختلفه تماما عن الجيل الاول. الجيل الاول كانت عربيه جراند تورر دخل عليها شغل موتور سبورت، لكن الام 6 الجديده كانت بتحاول تبقى جراند تورر وفي نفس الوقت عربيه هاي بيرفورمانس. وحتى شكل العربيه نفسه كان بيوضح ان بي ام دبليو بتتحرك في اتجاه جديد، التصميم بقى شكله مودرن اكتر والعربيه بقت اعرض واقوى، لكن الفكره الاساسيه لسه موجوده، عربيه كوبيه كبيره ومريحه، لكن لما تدوس بنزين بتكتشف ان اللي تحت الكبوت مش طبيعي. وبي ام دبليو ما اكتفتش بنسخه الكوبيه. وفي نفس الجيل كان عندنا الام 6 كونفرتبل، يعني عربيه تاخد نفس الانجن ونفس الفكره لكن بسقف مكشوف، وده كان جزء من التغيير اللي حصل في شخصيه الام 6. لكن رغم الباور اللي كان موجود في الانجن ده كله، التجربه دي كلها كان لازم يبقى ليها ثمن، وهو الانجن نفسه. الفي 10 كان انجن معقد، انجن كبير ومبني في فتره كانت صناعه العربيات كلها بدات تتحرك ناحيه اتجاه مختلف، والتكنولوجي كمان بدات تسمح للشركات انها تطلع باور اكبر من محركات اصغر، وده عن طريق التربو. وده كان معناه ان عصر المواتير الكبيره الناتشرال اسبريتد كان بيقرب من نهايته، وده ظهر بوضوح لما بي ام دبليو بدات تحضر للجيل الجديد من الام 6. وفي سنه 2012 الام 6 رجعت تاني، لكن المره دي الفي 10 اختفى وجي مكانه 4.4 لتر في 8 توين تربو. ومن هنا بدا تحول كبير في فلسفه العربيه اتنقلت من انجن 10 سلندر تنفس طبيعي
كوبيه وبيعتمد على عدد لفات عالي. الانجن اصغر شويه لكن التربو بيديله عزم وقوه اكبر من اول ما تدوس بنزين. والمحرك الجديد ده كان الاس 63 والانجن ده كان بيطلع في البدايه حوالي 560 هورس باور. وهنا الام 6 دخلت مرحله جديده تماما لان بي ام دبليو ما كانتش بس بتغير الانجن، كانت بتغير شكل العربيه نفسها. الجيل الجديد اتقدم ككوبيه وكونفرتبل، وبعدها بي ام دبليو وسعت العيله اكتر وقدمت نسخه باربع ابواب واتقدمت رسميا باسم بي ام دبليو ام 6 جراند كوبيه. ودي كانت فكره مختلفه شويه، نفس شخصيه الام 6 لكن كل التشكيله دي موجوده في عربيه تقدر تستخدمها بشكل عملي اكتر. وبعدها بفتره بي ام دبليو بدات تزود قوه العربيه وبقت بتقدم انواع مختلفه للبرفورمانس، ومع الكومبيتيشن باكج القوه وصلت ل 600 حصان. وفي الوقت ده لو بصيت على الام 6 هتلاقي انها بقت بعيده جدا عن اول ام 6 ظهرت في الثمانينات. لكن رغم ان الام 6 كانت بتتطور من جيل للتاني كان في سؤال بدا يظهر جوه شركه بي ام دبليو نفسها، هل لسه في مكان للام 6؟ لان السوق اتغير وال6 سيريس نفسها بدات تتغير، وبي ام دبليو كان عندها عربيات تانية بتاخد اجزاء كبيره من نفس الجمهور. وفي نفس الوقت بي ام دبليو كانت بتحضر انها ترجع اسم قديم جدا للساحه. وفي 2018 حصلت اللحظه اللي محدش كان مستنيها، بي ام دبليو انهت انتاج الام 6. لكن المره دي وعكس الجيل الاول تماما السؤال مش هيكون امتى الام 6 هترجع، السؤال بقى ليه بي ام دبليو قررت تنهي الاسم اصلا، وهل فعلا الام 6 انتهت ولا بي ام دبليو كانت بتحضر لحاجه تانية تاخد مكانها. والاسم اللي ظهر بعدها كان الاسم اللي بي ام دبليو كانت بتجهزه للعربيه الجديده البي ام دبليو ام 8. والام 8 ما كانتش مجرد ام 6 باسم مختلف، هي كانت مبنيه على الجيل الجديد من ال8 سيريز، وبي ام دبليو كانت بتتعامل معاها كقمه جديده في عيله الكوبيه الرياضيه. وهنا ممكن تحس ان بي ام دبليو ببساطه قتلت الام 6 واستبدلتها بالام 8، لكن لو رجعنا نبص للقصه من اولها هتلاقي ان الموضوع اقعد من كده، لان الام 6 نفسها اتغيرت اكتر من مره خلال تاريخها. بدات كنسخه هاي برفورمانس من ال6 سيريز بانجن ان 96 والناتشرال اسبريتد، وبعد سنين اختفت، ولما رجعت بانجن في 10 في وقت كانت فيه بي ام دبليو بتعيش فتره من اغرب الفترات في تاريخها. وبعدها اتغير العالم مره ثانيه والفي 10 اختفى وجي مكانه في 8 توين تيرب. لكن اجمل حاجه في قصه الام 6 انك لما تبص عليها النهارده هتلاقي 3 اجيال مختلفه، وكل جيل منهم كان بيمثل مرحله مختلفه تماما في تاريخ بي ام دبليو من ان لاين 6 لفي 10 لفي 8. وده يمكن السبب الحقيقي ان اسم الام 6 فضل ليه قيمه لحد النهارده. ولما بي ام دبليو غيرت اتجاهها الام 6 اختفت، لكن الام نفسها ما اختفتش، هي كملت بس المره دي تحت اسم مختلف بي ام دبليو ام 8.